هعمل معاكم النهاردة أسهل وألذ فتة بتنجان، وجبة كاملة مش تحتاجوا تعملوا جنبها أي حاجة. ليها طرق كتير أوي في عمايلها. أنا بقى هعملها معاكم بطريقة بسيطة هتدينا طعم حلو أوي. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني أنا جيهان عزب. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير. إذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجيب البتنجان وهقشره بالشكل ده كده. ممكن تقشروه خالص أو تسيبوه بقشره زي ما تحبوا. وبعدين بقى هنقطعه مكعبات حجمها متوسط، مش عايزينها صغيرة قوي عشان ما تتهريش. وهننقعه بقى في مية وملح 10 دقايق كده ولا حاجة. وبعدين نشطفه ونصفيه وننشفه كويس قوي. وفي الوقت ده هنقطع العيش. هنجيب بقى عيش شامي أو عيش أبيض أو العيش العربي المتوفر عندكم. وهنقطعه المكعبات حجمها متوسط. وهنكون مجهزين الزيت عشان نحمرهم. طبعا ممكن تحمروهم في الفرن أو الإير فراير زي ما يعجبكم. بس أنا بعملها دلوقتي بالطريقة التقليدية. هبتدي أول حاجة بتحمير العيش عشان البتنجان بيغمق الزيت. واحنا بنحمره ايديكم فيه على طول عشان بيتحمر بسرعة. وطلعوه لونه ذهبي فاتح. ما تستنوش لما يغمق. ونطلعه على مصفى أو مناديل. ونسيبه يتصفى كويس قوي. وبعدين نحمر البتنجان. وبرضه نطلعه على مصفى أو على مناديل. أهم حاجة بقى في البتنجان إننا نفرده كله بعيد عن بعضه عشان ما يطراش. نسيبهم بقى على جنب يتصفوا براحتهم. ونجهز صوص الطماطم. هعمل الصوص باللحمة المفرومة. ممكن تعملوه بربع كيلو أو نص كيلو زي ما تحبوا. أو تعملوا الصوص من غير لحمة خالص. وبرضه بيطلع طعمه حلو جدا. في طاسة سخنة نزلت باللحمة. اديتها صدمة عشان ما تنزلش ميتها. وسبتها لحد ما فكت وبقت كلها لون واحد. وبعدين حطيت عليها بصلة متوسطة مفرومة. وفص واحد بس من التوم مفروم ناعم. نقلبهم بقى مع بعض يتشوحوا شوية والبصل يدبل. وريحة التوم الحلوة دي تطلع. ونتبلهم بملح وفلفل. اللي حابب يحط أي توابل تانية زي ما يعجبكم. وبعدين هحط عليهم كوباية من عصير الطماطم. ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وطالما حطينا صلصة نحط بقى ربع معلقة صغيرة من السكر. نقلبهم بقى مع بعض. ونظبط طعم الملح زي ما بنحبه. ونسيبهم على نار هادية. اللحمة تستوي والصوص يتسبك شوية بسيطة قوي. الخطوة اللي جاية دي ملهاش دعوة بالوصفة. هعمل بس كوباية رز. لما دقت الفتة من غير رز ودقتها بالرز طعمها عجبني أكتر فبقيت بحب أعملها كده. ممكن لو مش حابين تستغنوا عنها. جبت حلة فيها مية بتغلي. وحطيت معلقة من الملح. وحطيت فيها كوباية من الرز البسمتي مغسول ومتصفي. سِبته لحد ما غِلي. وبعدين هدّيت عليه النار وغطّيته وسِبته 10 دقايق بس. وبعدين هاصفّيه. وفي نفس الوقت هاكون حاطّة حلة تانية على النار فيها معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من الزبدة. وهاحط معاهم ورق لورا، عود قرفة، ممكن مستكة لو حابين. هنسيب الزبدة تسخن وريحة الأعشاب اللي إحنا حطيناها دي تطلع. وبعدين نحط الرز عليها على طول. يعني هنطلّع الرز من مَيّته بس ما يكونش متصفّي أوي. ونحطّه عليها. نقلبه بس تقليبة في الزبدة كده. ونظبط الملح لو محتاج. ونهدي بقى النار على الآخر. ونغطيه بغطا محكم. أو ممكن نحط تحت الغطا فوطة أو ورق فويل عشان يكتم البخار جواه عشان الرز يكمل سوا على البخار ده. احنا مش هنحط مية تاني. الطريقة دي بتخلي الرز مفلفل وطعمه بيبقى رائع. نسيبه بقى يستوي براحته. ونجهز آخر حاجة صوص الزبادي. هحتاج لكوبايتين من الزبادي. وتلات أو 4 معالق كبار مليانين من الطحينة. اللي حابب يزود أكتر من كده براحتكم. هي بتدي طعم حلو قوي للصوص ده. وهنعصر عليهم كمان ليمونة كبيرة أو 2 متوسطين. وفصين 2 بس من الثوم المفروم. وهنتبلهم بملح وبابريكا. ومعانا بقى شوية مية. نقلب ونزود شوية بشوية. كل شوية نقلب ونشوف كده القوام مظبوط ولا محتاج شوية مية نزودهم تاني. لحد ما نوصل لقوام الصوص اللي احنا عايزينه. يبقى قوام متوسط. يعني مش عايزينه ولا خفيف قوي ولا تقيل. كده خلاص تقريبا كل حاجة خلصت. اللي جاي بس حاجات بسيطة قوي. هنبص على صوص الطماطم. اللحمة خلاص هنلاقيها استوت. وفيها شوية حلوين من الصوص. مش ناشفة قوي. هنضيف بقى عليها معلقة أو معلقتين كبار من دبس الرمان. بيغير طعم الصوص ده. بيوديه في حتة تانية خالص. يعني لو موجود ياريت تحطوه. بيدي مزازة وطعم حلو قوي للصوص.
هنقلبه تقلبتين بس مع صوص اللحمة، وبعدين هنضيف عليهم البتنجان. هنقلبه بقى تقليبة واحدة بس، مش هنسيبه كتير على النار، يعني يا دوب يسخن مع الصوص ونقفل عليه على طول. عايزين الصوص يبقى بالشكل ده كده، فيه شوية من السوائل، مش ناشف قوي. كده صوص اللحمة خلص، نبص بقى على الرز، هنلاقيه هو كمان استوى خلاص، وريحته تجنن، ومفلفل مش معجن، حلو قوي. يعني الطريقة دي في تسوية الرز بتطلع نتيجة حلوة قوي للرز البسمتي. نبدأ بقى في رص الطبق بتاعنا. اللي حابب بقى يحط شرايح لوز في الآخر، يحمرهم في معلقة سمنة أو زبدة ويحطهم على الوش بالزبدة بتاعتها زي ما هي. أنا زينت بس الوش بشوية من البقدونس، وشوية حلوين كده من الرمان، بيدي طعم ومزازة حلوة قوي. هي أساسا بيبقى طعمها رائع بأي حاجة هنضيفها عليها، بس جربوها بالطريقة دي مع إضافة الرز البسمتي كمان عليها، هيفرق جدا في طعمها. جربوها ومتأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.